بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن اليوم في هذه المناسبة لاستذكار ذكرى واحد من كبار رجالات المقاومة وجيش التحرير هنا في مقبرة الحشاش، ويتعلق الأمر بالمقاوم المناضل محمد موسى البريني المنحدر من قبيلة عيد موسى، والمولود حوالي 1921، وانتقل في سن صغيرة جدا في اتجاه الدار البيضاء حوالي 16 سنة ليزاول مجموعة من الأعمال البسيطة والشاقة كباقي رفاقه سعيد بن عيلات وحسن العرض وآخرين. وبعدها ارتبط بخلايا الاستقلال، الخلية الأولى في الدار البيضاء التي كان يقودها آنذاك مجموعة من قادة حزب بنص الحركات وأنشطة الجامعة وغيرهم. بعدها لما استنفذ العمل السياسي المطلوب سقفه الممكن واشتدت الأزمة بين الإقامة العامة الفرنسية والملك محمد الخامس، بادرت الثلة من المناضلين وفي طليعتهم ومعهم المرحوم إلى تشكيل خلايا العمل الفدائي المسلح، بعد أن كانوا قد انخرطوا في منظمة اتحاد الجنوب التي كانت تجمع المال لرعاية أسر ضحايا الجلاد القلاوي في الجنوب وزبانيته. وطبعا هذا قاده إلى تورط في عملية 24/12/53 ردا على نفي العائلة الملكة عيد الأضحى المبارك في 56 بعد 3 أشهر كرد انتقامي وتلقائي مباشر كان مطلوبا شعبيا وعلى الصعيد الدولي لإيصال خطاب آخر للسلطات الفرنسية ولعجرفتها واستئصالها بكل الأعراف. وهكذا العملية تمت في 24/12/1953. في أقل من 20 يوما استطاع الفرنسيون أن يصلوا إلى الخيوط المتعلقة بهذه العملية ومثيلتها التي لم تتحقق، مثل قنابل الطرود البريدية ومقر البريد المركزي. وكان مقررا هذا كانت تتم التفجيرات في هذه الأماكن مجتمعة. اضطر المرحوم إلى الاختفاء ومعه سعيد بن عيلات، فيما تم اعتقال منصور، وهذا سيقود إلى اعتقال آخرين في ضيعة وادي الكم، حيث كان يختفي محمد بوظاليم ومحمد المذكوري وغيرهم. وهذا سيقود المرحوم إلى رحلة إلى تطوان ثم إلى إفنيك كلاجئ سياسي ثم الداخلة ليعود بعد الاستقلال. ونظرا لكفاحه المعروف والمجيد وأسوة بما قام به محمد الخامس في تعيين ثلة من رجال المقاومة التحرير على رأس قيادات إدارية لا سيما في الجنوب لتسهيل عمل ونشاط جيش التحرير في مجموع المنطقة، أسوة بتعيين عبد العزيز الماسي في ماسا وتعيين الحاج أحمد وسميتو في 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 في, في تفراوت، وكذلك مروان في بوزكان، والأسفي في أقا. تقرر أن يعين بن موسى البرايمي كقائد في تنالت، ثم بعد ذلك في وقت وجيز في طاطا قام بهذه المهمة. فيما بعد اصطدم بتزوير انتخابات 60 في الجهاز الإداري آنذاك، ثم اصطدم بمجموعة من المضايقات من طرف الجهاز القمعي الذي كان يقود آنذاك وفقير، ومجموعة من بقايا اللفيف الأجنبي وبقايا القوم الذين أرادوا لهذه البلاد مصيرا آخر ومغايرا لما يريده الأحرار. وهكذا اعتقل في 60 وتم إخفاؤه في الاعتقال حوالي 12 سنة لغاية 15 ماي 1972 عندما اضطر النظام إلى إطلاقه رفقة رفيقه في كفاح سعيد بن عيلات رحم الله الفقيد، الفقيد الذي ظل وفي لمبادئه وانتقل للتعاطي العمل الحر لضمان قوت يومه وتربية أطفاله. رحم الله الفقيد وأجزل له العطاء، والسلام عليكم ورحمة الله.